واحد مش عسكري، هو اعلى يعني، يا شاويش يا صول، بيسألني انتي حامل؟ انتي يا بنت حامل؟ فقلت له لا انا بنت. قال لي عامة هنعرف اذا كنتي بنت ولا لا. دخلنا الهايك ستيب السجن الحربي. اول لقطة كده تشوفيها بعد ما تنزلي جوه السجن، تلاقي في وشك كده صورة مبارك على طول، اول حاجة تشوفيها لسه متعلقة زي ما هي. قلت احنا كده وقعنا رحنا في بلاش يعني، خلاص شكرا كده. جيت انا اخش للتفتيش، كانوا اوضتين بطرقة مفتوحين على بعض. اوضة تخشيها تستني دورك في التفتيش، الأوضة التانية فيها واحدة سجانة اسمها عزة، كانت لابسة إسدال أسود. في الأوضة التانية دي فيها باب بس موارب مش مقفول، وفيها شباك والشباك مفتوح. التفتيش ده عبارة عن إيه يا أستاذة؟ مجرد من الملابس تماما. وتخيلي نفسك بقى وانت واقفة بتتجردي من ملابسك، وبيتبص على معالم جسمك، وبيتقالك لو في إصابة عندك الإصابة دي من إيه، وبتقعدي تعملي حركة ثانية ومد، والشباك مفتوح والأبواب مفتوحة والعساكر رايحة جاية. شعورك يبقى عامل ازاي؟ عايزة أقولك إن ده كان إحساس فظيع. لحد النهاردة أنا فعلا مش قادرة أتخلص منه، لحد النهاردة أنا فعلا بعاني من الموضوع ده. جه مأمور القسم اتكلم معايا، في اللحظة دي كان في بنات جوه عريان تعمل فحص ده. بيقول لي في ايه؟ قلت له يا فندم في عورة ما بين الست والست ما تنفعش تظهر إسلاميا على الأقل، ازاي انا اعمل الطريقة دي؟ قال لي لو ما خليتيش مدام عزة تفتشك هخلي عسكري يجي يفتشك. وبمنتهى القوة والحدة بقى اللي انت ممكن تتخيليها يعني. دخلت وانا مجبرة ان هي اللي تفتشني بدل ما واحد تاني هو اللي يجي يفتشنا. الوضع كان يبقى عامل ازاي يعني لو عسكري يجي يفتشنا؟ فتشتنا لدرجة ان هي فكت شعرنا، خدت الدبابيس اللي في الطرح. بس في موقف مميز حصل. كنت لابسة بنطلون اسود، البنطلون الاسود ده كان فيه اكسسوار على جنب، توكة كده صغيرة ما بين حتتين. فسألتني، بس سألتني بقى، هي ندهت العسكري لان هي فتشت الهدوم، رفضت الهدوم كلها. تخيلي انا جوه عريانة وهي بتسأل العسكري والعسكري واقف واحنا عريانين. اشيل التوكة دي ولا لا؟ انسانة مجردة من كل الشعور فعلا. لا دي مش بني ادمة بجد، دي مش بني ادمة ان هي تدخل عسكري وتسأله في حاجة زي كده. ما استكرمتش حتى تطلع له بره، لا هي دخلته واحنا كده، احنا من غير ملابس. مش عارفة اقولك كان احساسي عامل ازاي. مهما اتكلم او اوصف مش هقدر اقول الكلام ده، مش هقدر اوصف الاحساس ده. بس سخط وغضب شديد بجد. انت يعني مش عارفه انتوا بتعملوا يعني انتوا بتعملوا بشر ولا بتعملوا حيوانات؟ انا مش عارفه احدد ده. بعديها دخل علينا دكتور كان معاه كشف كده بيان، خد فيه اسم كل واحده فينا واذا كانت انسه ولا مدام، ومضت وبصمت. خلي بالكم من الجمله دي يا جماعه، مضت وبصمت. بعد كده دخل العسكري ابراهيم دوت وقال لنا اللي هتقول ان هي بنت وهي مش بنت هكهربها وهضربها، وقال لفظ تاني بما معناه ان هو هيمارس معاها الجنس بنفس الالفاظ دي، بس لفظ كان قميء شويه فانا مينفعش اذكره. فاحنا قلنا له لا، ليه بتقول كده؟ قال عشان هيحصل كشف. اعترضنا، ازاي يحصل الكلام ده؟ قال دي اوامر. بعدها بشويه جه خدنا العسكري دخلنا الاوضه التانية اللي هي كان فيها 13 بنت، كنا مع بعض. قال لنا البنات تيجي على جنب والمدامات تيجي على جنب. كنا 7 فتيات، كنا على جنب
اما المدامات كانوا قاعدين. هيحصل الكشف دلوقتي، احنا كنا رافضين ده، حصل رغم عننا بمنتهى الإهانة. وعايزة أقولك اللي هو إن لو ما كشفتيش هتتضرب وهتتكهربي وبرضه هتكشفي، هو كده، ده سيستم يعني ما ينفعش تغيريه، ده نظام عندهم. فأنا مش هينفع إن أنا أجي في وش الأسد وأقول له أنا فار يعني، كان لازم أكون عاقلة شوية. خرجت برا لقيتهم جايبين سرير في الطرقة اللي ما بين الأوضتين، كان دوري رقم 5 في الكشف. كانوا اللي موجودين إبراهيم العسكري، الدكتور، عزة، في بنت ظابط كانت محبوسة، في واحد كان واقف في الأوضة اللي قصادنا، تقريبا كان في لواء بره تقريبا، مش متأكدة من المعلومة يعني، ما كنتش مركزة قوي في الناس، في الأشخاص اللي واقفين، قد ما أنا كنت مركزة وخايفة ومرعوبة من اللي هيحصل. إيه اللي هيحصل؟ طب ليه هما بيعملوا كده؟ وطبعا باب السجن مفتوح، يعني مجرد إن انت أي حد يجي وانت في الوضع ده. طبعا ابتديت أقلع الجسم التحتاني وطلعت على السرير وكشف عليا الدكتور. بعد ما كشف عليا عرف ان اتأكد ان انا بنت، كتب تقرير ان انا بنت وبكر وفي غشاء البكارة، وانا مضيت ورا، مضيت فقط. قبل ما تنتقدوني حطوا نفسكم مكانكم او اولادكم مكانكم وشوفوا رد فعلكم يبقى عامل ازاي. تخيل بس اختك، او تخيلي اختك، او انتي، او يا امي يا فاضله اللي قاعده في البيت وبتقولي ليه انتوا بتنزلوا ميدان التحرير، تخيلي بنتك في الموقف ده، شوفي ممكن تتصرفي ازاي.